ماشي كيف يفسدوا الناس نفسدوا معاهم احنا. كل حاجه في حياتك راهي امانه، لازم لك تشعر بالمسؤوليه. احنا هذا اليوم مش موجود عندنا، مش ما عندناش روح الامانه. احنا نقول لك تخطيني انا، علاه تخطيك؟ جارك مسكين وفي ضلال، ما تروحش تعلمه. وجارك مليح يموت سكران، ملوح انت تفرح به كي يموت سكران، علاه؟ يسحق كلمه طيبه. كم من انسان تلقاه مسكين بالك ربما راه مدمن في الخمر ولا مدمن في المخدرات، بصح عنده قلب بالك خير نتاعنا كامل، عنده قلب طيب. النبي عليه الصلاه والسلام جابوا واحد يسكر، صحابي ما قدرش، الكوليك ما قدرش يبطل شراب، ما قدرش، ويدور مع الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا واش نقولوا عليه؟ منافق، هكذا نقولوا عليه، نقول لك يلعبوها زعما يصلوا ويروحوا يديروا. هذا مسكين الله غالب، النفس نتاعو دايره هكذاك، ما قدرش يحبس. جاء في يوم من الايام جاء النبي عليه الصلاه والسلام يعطي عليه عقوبه، الحدود نتاع الخمر، يجلدوا النبي عليه الصلاه والسلام. كم من مره يجيبوه، كل مره يجيبوه يسكر يجيبوه. وكان هذا الانسان كان يضحك الرسول عليه الصلاه والسلام، كان انسان يقصر يضحك. وكانوا الصحابه يهضروا عليه، قالوا هذا الانسان كم يؤتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما حبش يحشم هذا الانسان، كل مره يجيبوه يروح يسكر يجيبوه. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام من قال هذا؟ شوف الرسول عليه الصلاه والسلام راح يدافع على انسان الكوليك. الرسول عليه الصلاه والسلام علاه بصح يدافع عليه كي جاء الكوليك؟ لا يدافع عليه على حاجه اخرى. قال لهم ويحك فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علاه؟ جارك هذاك تقدر تتكلم معاه، تقصر معاه، ديه لدارك، احكي معاه عادي، مش مشكله، يولي يصلي ان شاء الله، مش مشكله، يولي يصلي. انا نعرف جار، شوفوا يا اخواني الكرام، شفتها بعيني كي كنت صغيره، نعرف جار يسكر، كل يوم يجي يضرب المراه تاعو في الليل. ونعرف جار يصلي، الجار اللي يصلي هذاك احنا كنا صغار نقولوا هذاك ما يحشمش، دائما يجي يضرب المراه تاعو في الليل. الجار هذاك اللي يصلي واش دار؟ واحد النهار حكم زربيه تاع الصلاه واعطاها له. دائما يعني كي يجي سكران يعطي له زربيه تاع الصلاه، يعطي له سواك مسك، يقول له معليش خبيها، يقول له يا فلان انا ما نصليش، يقول له خبيها في الدار وخليها. هذاك الانسان واش دار؟ في يوم من الايام كان قاعد ما راحش يسكر هذاك النهار، كل يوم يسكر، انا نعرفه كل يوم يسكر، ما راحش يسكر. واش دار؟ راح شاف الزربيه تاع الصلاه هذه، قال انا دوك ما نحشمش على روحي، هذيك الزربيه ولا يصلي، ومات يصلي. سبحان الله. يعني شوف، انت ما عندكش امانه، ما عندكش مسؤوليه مع جارك، ولذلك لازم نشعر بالمسؤوليه تجاه كل واحد نعيش معه في الحياه. ونسال الله عز وجل التوفيق لكم من بعد الاذان ان شاء الله، اذا في وقت ان شاء الله.